مرحبا ويسعد أوقاتكم جميعا. اليوم جبت لكم وصفة القطايف محبوبة الجماهير. جربوا هالوصفة ورح تعجبكم كتير كتير. منحط كاستين طحين مع نص كاسة سميد ناعم، لازم يكون السميد ناعم، ومنحط معلقة كبيرة نشا، معلقة بيكنج باودر، ومعلقة سكر صغيرة، ومعلقة صغيرة خميرة فورية، ونص معلقة صغيرة ملح، وكاستين وثلاث ارباع مي. ممكن تاخد كاسة ونص أو كاسة وثلاث ارباع على فكرة حسب نوع الطحين، ومنضيفهم مع بعضهم ومنخلطهم. مثل ما شفتوا أول شي منخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها، وبعدها منضيف المي ومنقلب لحد ما نحصل على عجينة سائلة. لازم تكون مريقة مثل الفيديو. هون بقى عنا خطوة الخبز. لازم نسخن مقلاة على نار متوسطة، وما نحتاج منضيف لا زيت ولا دهون، يعني بس بتحموا المقلاي وبتحطوا الكمية اللي انتو بدكن اياها على حسب المقاس. هلا انا استعملت المعلقة اللي شفتوها، ولكن انتو فيكن تستعملوا مثلا فنجان شاي او مقاس تستعملوه تاخدوه لكل المقاسات لحتى يطلع معكم مقاس واحد. بس شفتوا الثقوب طلعت من فوق مثل ما لكم شايفينها بالفيديو، معناتها من تحت نشف واخدت هذا اللون الذهبي. بتكرروا العملية لحتى يصير معكم الكمية كلها عبارة عن عجينة بتاخد العقل، وكتير كتير لذيذة وطرية. وانتبهوا منيح على موضوع المقلاية بحيث ما تعيفوا النار كتير عالية لحتى ما يحترق من تحت. لازم انتوا تضلوا عينكن عليها، يعني شي توطوا شي تعلوا، ولكن هو لازم يكون الحرارة وسط. شايفين العجينة بالفيديو شلون صارت؟ ما شاء الله، لا تشقق ولا أبدا، يعني العجينة رائعة وبتاخد العقل. وكل ما هيك كانت الثقوب مثل ما لكم شايفينها بالفيديو، معناها العجينة معكم ناجحة وطرية ورائعة. كتير مهم مثل ما قلت لكم تشوفوا نوع الطحين ويكون سماكة العجينة أثناء الخفق، ما لازم تكون سميكة كتير وإلا ما بتنجح معكم العجينة. وهون بلشنا بقى بمرحلة الحشي. أنا عاملة قشطة منزلية، رح أنزلكم الوصفة بفيديو قادم إن شاء الله. لازم تتابعوني وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل فيديو عم بنزله. هون منحشيها ومنسكرها منيح. شايفين ما شاء الله العجينة قد ما هي منيحة، أبدا أبدا ما بتفتح. وبعد ما حشينا الكمية كلها رح نحط مقلاية فيها زيت نباتي، وبس حمي الزيت منبلش منحط القطايفات ومنقليهم لوقت ما ياخدوا هذا اللون الذهبي الحلو. بالنسبة للقطر أنا حطيت كاستين سكر وكاسة ونص مي، ومنحطه على النار مع عصرة ليمونة لحتى القطر ما يسكر معنا، وبس غلا منحطه على جنب. وهيك بيكون القطايف جاهزة. صدقوني أطيب من الجاهز. كتير كتير أكلة لذيذة وشغل منزلي، إن كان القشطة وإن كان القطايفة. العجينة بتاخد العقل. وهلأ منزينها بالفستق الحلبي، وأهم عنصر اللي هو القرفة لحتى يعطي هاي الطعمة الطيبة. جربوها على طريقتي وإن شاء الله رح تعجبكم كتير. وفيكن الطريقة نفسها تعملوها سيالات. إذا بتعرفوا إيش يعني سيالات كتبولي بالتعليقات. تابعوني لتشوفوا كل وصفاتي، وإن شاء الله صحة وألف هنا سلفا.